ريفيو معاكم كل انواع المانيكير اللي انا جربتها وانه احسن نوع فيهم. اول حاجه هعمل لها ريفيو معاكم هي اسنس، وانا عندي فيها درجتين حلوين جدا، وهي الاحمر وده ممسوح منها كل حاجه لان عندي بقالها شويه، ودي اللي هي الدارك ريد. تاني حاجة هعمل لها ريفيو وهو يولو. انا بحبه قوي يولو ده، وبجد هو يعتبر من الرينج، هو مش بيتقشر بسرعة ومش بيقعد كتير، هو يعتبر كده في النص ما بين الاتنين، والكالرز بتاعته تحفة وعنده كالرز كتير بقى اكتر من اسنس بكتير. دي منه درجة اللي هي رقم 159 ودي على بينك شوية، ودرجة 108 ودي على اورنج شوية. انا فاكرة ان كان عندي كتير بس في منهم انتهوا صلاحيتهم فرمتهم يعني، بس انا جربت منه كالرز كتير قوي على بردو بلو وعلى فايلت، تحفة. ده لون السيزن ده وانا لسه شاريها اصلا من قريب. مش عارفة فين مكتوبة الدرجة، انا مش عارفه فين بجد مكتوبه الدرجه، بس هي مكتوب عليها 001 ورا، فلو هي دي الدرجه فهي دي درجتها، وهو ده شكله لو انتوا عايزين تاخدوا سكرين شوت. اسنس حلوه قوي والكالر رينج بتاعتها جميله وكل حاجه، بس مشكلتها ان هي بتقشر بسرعه جدا. ايفن النوع ده اللي هو الجل تقريبا ده برضو بيقشر بسرعه. تالت براند هريفيو معاكم هو وال كوزماتكس، دي بجد دي ماي فيفورت بقى. ده عنده كل الكالرز اللي موجوده كمانيكير في الحياه، وانا جايبه منه كالرز كتير قوي، بس اللي انا لقيتهم دلوقتي هم دول اللي هو درجه 912، ودي درجه كده كرومي شويه وحلوه جدا. والدرجه دي اللي هي 408 دي تحفه في الصيف، تحفه بعشقها على اوتفيتس كده، بتنطق الاوتفيت، متخيلين مانيكير بينطق الاوتفيت، وبجد بعشقه جدا. بيقعد كتير قوي على الايدين، ممكن يقعد مثلا 5 ايام من غير ما يتقشر حتى لو استخدمتي ميه على ايدك، وتحفه. تالت درجه هي ال 306، الدرجه دي شويه كده بين اليلو بين الاورنج وبين البيج، درجه ما فهملهاش، بحبها قوي برضو. البراند ده انا بعشقه وعندي منه كتير قوي. رابع براند انا هعمل له ريفيو هو اماندا النوع ده اللي هو O2. بجد انا بحبهم برضو قوي، الكالر رينج بتاعتهم حلوه جدا، بس برضو مش ثابتين الثبات الواو يعني. احسن طبعا من اسنس، وممكن اقول ان هو احسن من يولو، بس مش الاحسن من الكوزماتكس. الكالرز بتاعتهم حلوه قوي. انا عندي الدرجه دي درجه نمبر 60 ودي على جرين، وعندي الدرجة دي نمبر 50 ودي على يلو، وعندي الدرجة دي بحسها فورمال قوي بستخدمها لو انا عندي انترفيو او حاجة، ودي رقم 36. وعندي الدرجة دي اكتر درجة كنت بعشقها ولحد دلوقتي بعشقها، وهي خلصت هجيب منها تاني، ودي رقم 29. دي حلوة قوي لو انت عندك انترفيو، لو انت عايزة حاجة نود، لو انت عايزة حاجة صيف وشتاء، تحفة. هما يا جماعة كاتبين عليه حلال وان هو ينفع تصلي بيه، بس انا مش مقتنعة بالكلام ده بصراحة، فيعني ما تمشوش ورا الحاجات البراندنج دي، لانه انا مش مقتنعة قوي ان احنا ينفع نصلي بيه، بس انا بحبه يعني، الفورميلا بتاعته حلوة وسعره حلو. فعايزة اعمل لها ريفيو، وهي مش نيل بولش، بس هي النيل دروبس اللي هي بتتحط على الضوافر بعد ما تحطي المانيكير وبتخلي المانيكير ينشف اسرع. انا جايبه براند بتاع اسنس، وبجد مش عارفه براند تاني فيه برضو النيل دروبس دي عشان اجربه، بس لو انتوا عارفينه بقولوا لي برضو في الكومنتس. انا بحب بتاع اسنس ده، هو بينشف الضوافر لو انت حاطه طبقه واحده او طبقتين، وطبقتين مش اللي هم تقال يعني، طبقتين خفاف من المانيكير، بينشفها وكل حاجه. هو بيقول ان هو بينشفها في 45 ثانيه، بس انا بسيبه دقيقتين كده ولا حاجه، فعلا بينشفها، بس مش لو انت حاطه 3 طبقات مثلا، يعني من بعد الطبقتين هو مش هينشف. ولو انت حاطه طبقتين بس حاسه ان انت حاطه كتير على ضوافرك برضو مش هتلاقيها نشفت 100%. فهو بالنسبه لي مش بيرفكت، ولكن بيفي بالغرض. اخر بقى براند عايزه اقول لكم عليه وهو النيل بولش بتاعه مينيسو. الدرجه مش مكتوبه بس هي على بينك شويه. عايزه اقول لكم هو عندي بقاله شويه وحاسه ان هو باظ اصلا، محتاجه ارميه. انا فاكره ان الثبات بتاعه كان كويس، ما كانش احسن حاجه، والكالر رينج برضو كانت كتير، فكان حلو في الميدل رينج برضو، بس بالنسبه لي ماي فيفورت هو كان الكوزماتكس.
وانا بحبهم جدا، اسعارهم حلوه جدا، وبجد ده مش اعلان خالص اصلا، هم ما يعرفوش ان انا موجوده، بس انا حبيت افيدكم. حلو برضه ان يكون عندك في الكولكشن بتاعك مانيكيرز اللي هي الصغنونه او كبيره او تسافر، اللي هي بتلمع شويه عشان تحطيها على المانيكير العادي، بتخليه شكله حلو قوي وبتديله بهجه كده. ساعات بحط في الضافر ده مثلا الحاجات اللي بتلمع، وفي باقي الضوافر عادي بتخلي شكل المانيكير كده احلى. بما اني مش بحب الضوافر او كده، ومش بحب اعمل اكليريك او كده، فانا بحب قوي اني احط مانيكير